كابتن عمرو. كابتن عصام. ازيك يا كابتن؟ مساء الخير يا كابتن. موفق ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن، الله يخليك. هو في تفاوض مع الزمالك بالفعل وبالتفاصيل اللي انا بقولها دي، ولا مع الاتحاد السكندري، ولا ايه الحكايه؟ والله يا كابتن عصام، هو يمكن موضوع الزمالك كان من اول الموسم. كنت انا قعدت مع الجهاز الفني نادي الزمالك، ونادي المحله ما وافقش على رحيلي في اول الموسم، ودي تعتبر اخر سنه ليا مع المحله. ما وصلناش لاتفاق للتجديد. اخر سنه بمعناها انك تستطيع ان تنتقل يعني حرا زي ما بيقولوا. حر في يناير. اتفضل يا كابتن. فنادي الاتحاد بعت فعلا فاكس رسمي، ووكيلي طبعا محمد شيحه على علم ان هو برضه هو اللي ابلغني بموضوع الزمالك ان الموضوع اتفتح ثاني من جديد. وانا يعني يمكن سايب له الحريه شويه، لان في برضه في اتصالات منه على طول متواصله معاه ان في دخل برضه في الموضوع اكتر من نادي. فلسه الموضوع انا مركز الفتره دي شويه برضه مع المحله عشان اختم برضه، حتى لو انا هقدر امشي في شهر واحد يبقى انا برضه مع النادي لاخر يوم، لان النادي ده اداني كتير وانا بقالي 8 سنين في النادي، فعايز اما اكون ماشي حتى امشي باحترامي وبطريقه كويسه ان شاء الله يعني. يا كابتن عمرو، بيقولوا انه ربما تكون دي محاوله لرفع سعرك، لانه في تصريح للكابتن ابراهيم يوسف قال لو عمرو عايز يمشي خلاص يتفضل، يعني يترك النادي، ما عندناش ازمه فنيه. ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا انا احترامي للكابتن ابراهيم، يمكن انا حتى كلمته في الموضوع ده. كابتن ابراهيم من المدربين اللي اضافت ليا كتير، يمكن انا اتعاملت معاه 3 مرات. مدرب محترم، مدرب عارف. هو بيقول لي انا سالته على الكلام ده، قال ما حصلش مني ولا اتكلمت فيه. قال لك ما حصلش. يمكن يا كابتن انا بس عايز اقول من برنامج حضرتك، لان طبعا القناه قناه محترمه وحضرتك انسان محترم، عايز اوصل حاجه بس للناس عشان الناس تبقى عارفه يعني. يا كابتن عمرو، احنا طالبينك علشان انت بالفعل يعني نجم محترم ومهذب، ومن حقك انك تقول، عشان كده بقول لك كل الحاجات مش تعليقي انا، ومطلوب ان حضرتك ترد وتقول كل اللي انت عايزه. اكيد طبعا يا كابتن. يمكن انا بس عايز اوضح حاجه للناس. اتفضل يا كابتن. في اول الموسم يا كابتن اما قعدت مع نادي الزمالك وصلنا لاتفاق، والجمهور ضغط ان انا اكون موجود، فحبا في الجمهور قلت لهم انا هكمل مع المحله وده بيتي، واكدت في كذا جريده وفي كذا برضه برنامج ان انا عندي استعداد ان انا اوقع على بياض لنادي المحله، لان هو ده اللي عامل اسمه، وعامل مش مجامله ولا مزايد على النادي، لان كيان محترم. وقعدت مع الاداره في اول الموسم واتفقنا ان احنا الاربع اللعيبه الكبار، انا وابراهيم فرج ومحمود صبحي ورضا متولي، ده تجديد عقد وحطوا قيمه واحنا وافقنا عليها من غير اي مشاكل ووقعنا العقود. رجعوا تاني الناس قال لك اختلفنا في الكلام وما وثقوش العقود. يبقى انا يا كابتن من حقي ان انا افكر في مستقبلي وشغلي، ولا انا اقعد اعمل ايه؟ يعني رايي لا، من حقك. رايي ان تفكر باحترافيه، لان شغلتك لاعب كره، بشرط انك لا تتلاعب وتكون زي ما انت بتكلمنا كده راجل واضح. لا يا كابتن، انا من خلال حضرتك انا بوصل كلمه للناس. انا لحد اخر يوم، وانا قلتها للكابتن ابراهيم في الملعب، انا تحت امرك لحد اخر يوم وانا موجود معاك في الملعب لحد وقت نهايه عقدي. انا كل واحد برضك النادي احترامه على دماغي، وانا همشي باحترامي، وانا اقدر اشوف مكان تاني برضك اكمل فيه في شغلي ان شاء الله. شوف يا كابتن، انت ده شغلك زي ما قلت لك، ربنا يوفقك اذا عملت باجتهاد لاخر يوم مع النادي الذي يعني تعمل لديه الان، خلينا نقولها بصيغه الاحتراف، انت راجل في شغل مع نادي المحله. لكن هل انت في يناير بالفعل هنشوفك بفانيلا تانية في مهمة تانية او في عمل جديد مع نادي جديد؟ ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. موفق يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، شكرا.